اهلا بيكم في كورس اليو جي سي المجاني. انا محمد ايهاب وبجرب طرق بتجيب فلوس عشان اوفر عليك وقت ومجهود وفلوس. والنهارده هنتكلم عن اليو جي سي، بس خلينا نعرف الاول يعني ايه يو جي سي. يو جي سي هي اختصار ليوزر جنريتد كونتنت، يعني العميل بيقدم محتوى. طب محتوى عن ايه؟ ببساطه انت جبت منتج فبتقول رايك فيه بكل صراحه على شكل فيديو، سواء كان الفيديو ده انبوكسنج، سواء كان الفيديو ده ستوري تيلينج، سواء كان ان المنتج ده حل لك مشكله معينه عندك فانت بتحكيها. في انواع كتير لليو جي سي. المهم ان هدف اليو جي سي هو زياده المبيعات، ففي ثلاثه بيستفادوا. صاحب البراند بيستفاد عشان المبيعات بتزيد، انت بتستفاد ماديا عشان بتاخد فيديو، المشتري بيستفاد انه بيشوف تجربتك الحقيقيه، فكله مستفيد. يعني حضرتك بتاخد هدايا وبتاخد فلوس وبتبقى مظبط الدنيا يعني. فده باختصار هو تعريف اليو جي سي، وهو مجال مربح جدا. ده باختصار هو تعريف اليو جي سي. طبعا عشان اعمل فيديو يو جي سي المفروض اعمل ايه؟ اول حاجه المفروض تجرب المنتج او الخدمه اللي انت هتقول رايك، وده ليه؟ عشان تقول رايك بكل صراحه، لان في الشغلانه دي اهم حاجه ايه؟ الامانه. لان مش انا اللي هحاسبك عليها ولا العميل اللي هيحاسبك عليها، بس ربنا اللي هيحاسبك عليها. لو انت ضليت الناس وقلت لهم ان المنتج حلو وهو اصلا وحش، كل الناس اللي هتشتريه هتدعي عليك انت. فخليك امين، قول رايك بصراحه. حتى لو العميل بعت لك حاجه هي مش كويسه، قول له بعتذر لك انا مش هقدر اعملها اني جربتها ولقيتها مش كويسه. عادي جدا، مفيش اي مشكله، واطلب ان انت ترجعها له. ده مش اول ولا اخر عميل انت هتلاقيه، ولا اول ولا اخر منتج انت تشتغل عليه. تاني حاجه المفروض تعمل سكريبت. يعني ايه سكريبت؟ ان انت بتكتب كل الكلام اللي المفروض انت هتقوله في الفيديو. مش هنقول كلام محفوظ ولا هنقول كلام اللي هو تحوير، بس احنا بنكتب سكريبت عشان نرتب افكارنا. يعني اهم حاجه في المنتج، مميزات المنتج، طريقه استخدام المنتج، قصتك مع المنتج، كل ده انت بتكتبها على هيئه سكريبت عشان تفتكر انت هتقول ايه في الفيديو كله، وما تلاقيش نفسك بتقطع في الفويس اوفر، او لو انت واقف قدام الكاميرا ما تلاقيش نفسك بتقطع في الكلام. السكريبت بيكون مكون من هوك ومحتوى وكول تو اكشن. هوك هو اول 3 ثواني بتبدا بيهم الفيديو، سواء هو هوك بصري او هوك نصي او هوك صوتي او ايا كان نوع الهوك، هو بيبقى اول حاجه في الفيديو. تقريبا بيبقى 3 ثواني، ممكن يبقى اول ثانيه اول ثانيتين، بس المهم ان هو بيبقى في اول الفيديو، يخلي المشاهد يكمل الفيديو للاخر. بعد ما بتقول الهوك بتاعك بتخش في المحتوى على طول، سواء انت بتحكي قصتك مع المنتج او بتقول مميزات المنتج، سواء هو الفيديو ده هيبقى بيعي ولا هيبقى ستوري تيلينج، ايا كان بتكتب المحتوى او بتقول المحتوى. وفي الاخر خالص الكول تو اكشن، انت بتطلب من المشاهد سواء ان هو يشتري المنتج، سواء ان هو يلحق الاوفرز، ايا كان، بس بتبقى في الاغلب اشتري المنتج، الحق الاوفر، اي حاجه من الحاجات دي، عشان احنا هدفنا نبيع المنتج. طيب يا سيدي، كتبت السكريبت وكله تمام، بعمل ايه تاني؟ بتخش على طول بعد كده في الفويس اوفر، وهو تسجيل الصوت. طب هل انا محتاج مايك عشان اعرف اسجل الصوت؟ لا، انت محتاج الموبايل بتاعك. بس هقول لك حاجه تخليك تسجل صوت بطريقه احترافيه جدا بالموبايل بتاعك. هتخش تحت اي بطانيه او تنزل تحت السرير او تخش جوه الدولاب، المهم تستخبى في حته ما يكونش فيها صدى صوت. تفتح الموبايل بتاعك الريكوردر وتبدا تسجل الفويس اوفر. بعد ما تسجل الفويس اوفر هتقطعه وتخش على موقع اسمه ادوبي بودكاست، وتخش على انهانسنج للفويس وتعمل انهانس للفويس بتاعك، فيطلع معاك جوده محترمه جدا تطلع من مايكات، بس انت اصلا مطلعها بمايك التليفون. بعد ما عملت الفويس اوفر بتبدا بعد كده تصور. طب التصوير بيكون بناء على ايه؟ بيكون بناء على الفويس اوفر بتاعك. يعني كل ما هتقول كلمه في السكريبت او كل ما هتقول جمله في السكريبت لازم يكون قدامها فيديو، والفيديو ده يكون حاجه بتعبر عنها. اوعى تقع في الغلط بتاع السماعه دي جميله جدا او المايك ده جميل جدا ومش عارف ايه وسعره كويس وبتاع، وانت عمال تلف في المايك قدام الكاميرا. ده ما بيبيعش خالص. ليه؟ لان انا مستني اشوف كل اللي عايز اسمعه، انا محتاج اشوف. طب امتى ينفع استخدم الحركه دي اللي انا بلف الحاجه دي؟ ممكن تستخدمها مره واحده في الفيديو وانت بتتكلم عن الباكجينج بس. يعني مثلا تقول ايه الباكج بتاعها حلو، فانت جايب شكل الباكج، لكن مش كل حاجه هتتكلمها يبقى الباكج ظاهر في الفيديو. فانت بتخش عندك على الواتساب او على النوتس او ايا كان وتبدا تقرا السكريبت وتكتب في كل جمله انت هتصور ايه. صورت خلاص الفيديوهات بتاعتك كلها، هتبدا مرحله المونتاج. في المونتاج بتحط الفويس اوفر بتاعك، بتقص اي سكتات خالص، وبعد كده بتاخد الفيديو كل جمله بتقولها بتحط الفيديو بتاعها. وفي الاخر خالص قدامك يا اما تحط كابشنز في الفيديو يا اما تسيبها زي ما هي، يعني الكلام اللي انت بتقوله يطلع براحتك على حسب العميل عايزها او مش عايزها. بتعملها من طريق كاب كات على الموبايل او على اللابتوب. على اللابتوب بتبقى ببلاش، على الموبايل بيبقى لازم اشتراك لكاب، لان احنا اكيد مش هنقعد نكتبها كلمه كلمه، احنا مش فاضيين للكلام ده. خلصت يا سيدي المونتاج بتاعك، بتبدا ترفعها على جوجل درايف. بعد ما بتخلص وترفعها على جوجل درايف بتبعتها للعميل تاخد رايه، تمام تمام مش تمام، بتعدل على حاجات معينه، ايا كان اللي هيحصل. المهم ان انت بترفع على جوجل درايف اول حاجه. عجبت العميل عدل عليها. المهم ان انت في الاخر لما بيطلع معاك فيديو نهائي بتبدا تعمل بيه بورتفوليو، عشان ده اللي هنعرف نجيب بيه عملاء اكتر. طب هو يعني ايه بورتفوليو وازاي اعمله؟ البورتفوليو اللي بيخوف ناس كتير. طب انت ليه خايف؟ هو سابق اعمال، يعني كل الاعمال اللي انت عملتها واحسن اعمال انت عملتها بيتحط في البورتفوليو ده. لا، ما انا بصراحه ما عنديش منتجات اعمل عليها بورتفوليو. هل انت ما عندكش ماوس؟ سيبك من ماوس.
هل انت ما عندكش نوت بوك؟ هل انت ما عندكش اي حاجه؟ المهم اي حاجه عندك دلوقتي على المكتب في الاوضه، التيشيرت اللي انت لابسه ده ينفع تعمل عليه يو جي سي، لان احنا اتفقنا اليو جي سي انت بتقول رايك في المنتج. ايه هو المنتج؟ اي حاجه عندك دي تعتبر منتج وانت ينفع تقول رايك فيه. ليه؟ لان مثلا لو واحد صاحبك جه قال لك حلو التيشيرت اللي انت لابسه ده، انا بفكر اشتريه، انت هتقول له يا اما اشتريه يا اما لا ما تشتريهوش. يعني انت اكيد عندك راي لكل حاجه عندك، واليو جي سي ما هو الا رايك في الحاجه اللي عندك. طب البورتفوليو بعمله على ايه؟ عندك كذا طريقه، ممكن تعمله على كانفا، ممكن ترفع فيديوهاتك على جوجل درايف، ممكن تعملها برزنتيشن بي دي اف بس دي يعني متطوره شويه، او ممكن ان انت تعمل كونتنت على تيك توك او انستجرام او عموما السوشيال ميديا وتبدا تنزل عليه فيديوهات. وانا برشح جوجل درايف او ان انت تعمل كونتنت وتنزل فيديوهاتك عليه. كده خلصنا من مرحله البورتفوليو. ازاي تجيب عميل؟ اهم فيديو في الكورس ده كله. عشان تجيب عميل لازم تكون عامل شغل، ولازم تكون عامل شغل حلو. اوعى تبعت لي مسج تقول لي انا مش عارف اجيب عميل واقول لك فين البورتفوليو تقول لي اصل انا ما عملتش بس انا جاهز اعمل. يعني انا مثلا لو عميل وعايزك تشتغل معايا، هل انا عندي استعداد ابعت لك منتج هديه لحد بيتك وانا ما شفتش شغلك قبل كده؟ انا ما بشتريش سمك في ميه، وكذلك العملاء ما بيشتروش سمك في ميه. فانت لازم يكون عندك سابقه اعمال اللي هي البورتفوليو عشان العميل يقدر يشوف شغلك ويقرر ساعتها اذا كان هو هيشتغل معاك ولا لا. فلازم لازم لازم تعمل بورتفوليو قبل ما تيجي تقول انا مش لاقي عملاء، ولازم البورتفوليو يكون كويس. اوعى تكروت واوعى تمسك المنتج زي ما اتفقنا وتقعد تلف قدام الكاميرا وتقول انا عملت بورتفوليو. ولازم البورتفوليو يكون فيه اكتر من فيديو، ويفضل البورتفوليو بتاعك يكون فيه كذا شكل، ما يكونش فيه فيديو واحد بس. يعني مره انبوكسنج، مره فيديو انت بتحكي فيه قصه، مره قبل وبعد، المهم تعمل كذا شكل. طيب يا محمد انا عامل البورتفوليو بتاعي وجاهز والفيديوهات فيه حلوه وكويسه مستواها كويس وعايز ابدا اجيب عميل. دي اسهل مرحله باذن الله لو انت شغلك حلو. يعني بص سد انت بس باذن الله. هتخش على فيسبوك ادز لايبراري، دي حاجه فيسبوك عاملاها بيجيب لك كل الناس اللي مشغله اعلانات. هتعمل في السيرش كلمه شحن مجاني، هيجي لك كل الناس اللي عامله اعلانات وكاتبه في اعلاناتها شحن مجاني. هتلاقي الوفات من الناس عامله اعلانات. تبدا تاخد صفحه صفحه وتبعت لهم مسج وتعرض عليهم شغلك وتطلب منهم ان انت تشتغل معاهم. في الاول خالص مش لازم تبقى اسعارك يعني اللي هي الخرافيه، عادي ممكن تبدا الاول بجفت لو انت لسه مبتدئ خالص، تاخد الهديه بس مش لازم تاخد فلوس. وبعد كده تبدا ترفع سعرك حاجه حاجه، مثلا 500 600 700 1000 1000 ونص 2000 لحد ما يبقى انت مستواك جامد. في تريكايه هقول لك عليها هتخلي المسجز بتاعتك توصل اكتر للعملاء، ان انت تعمل العلامه الزرقاء جنب الانستجرام بتاعك او الفيسبوك بتاعك. دي تكلفتها في الشهر تقريبا 250 جنيه وفعلا تستحق ال 250 جنيه. هتستخدمها ان انت تبعت مسجات للبراندات على الانستجرام او فيسبوك، بس بتبقى مدياك برده ثقه اكبر. سعرها 250 جنيه، انا نفسي اعملها على الانستجرام والحمد لله البراندات بترد عليا. خلاص اتفقت مع العميل، قال لك قول لي اسعارك، قلت له الاسعار واتفقتوا. ايه المفروض يحصل دلوقتي؟ المفروض ان هو بيقول لك طب انا هستلم منك الفيديو امتى؟ ده بعد خلاص ما اتفقتوا على السعر واتفقتوا على كل حاجه. انت بدماغك على حسب المنتج ده محتاج تجربه قد ايه. مثلا محتاج تجربه يوم، هتقول له يوم للتجربه، يوم لكتابه السكريبت، ويوم للمونتاج والتصوير مثلا. طب لو المنتج محتاج يومين ثلاثه للتجربه عشان تقول لي رايك فيه بصراحه، هتقول له 3 ايام للتجربه، يوم للسكريبت، يوم للتصوير والمونتاج وهكذا. المهم تحسسه ان انت فاهم وعملت الحوار ده قبل كده كتير. هيقول لك تمام خلاص اتفقتوا. هتبعت له عنوانك، هيبعت لك المنتج، هتبدا تستلم المنتج تجربه وتقعد باليوم اليومين الثلاثه اللي انت اتفقت معاهم عليه. وبعدين هتكتب السكريبت وتبعته للعميل تقول له ايه رايك في السكريبت ده. هيقول لك تمام، ابدا تصوير على كده او ابدا فويس اوفر على كده. حلو، قال لك لا هنعدل على حاجات معينه. المهم ما تبداش فويس اوفر وتصوير غير لما العميل يوافق على السكريبت عشان ما ترجعش تعيد كل ده من الاول تاني. خلاص العميل وافق على السكريبت، هتبدا بعد كده في مرحله الفويس اوفر. هتسجل الصوت بتاعك عادي جدا وبرده تبعته للعميل ده الفويس اوفر، ايه رايك؟ هيقول لك تمام، هيقول لك لا انت بتتكلم بسرعه، انت بتتكلم ببطء، انت في كلمه قلتها غلط، معلش ممكن نزود دي، معلش ممكن نقول دي بطريقه ثانيه، انت نطقت اسم البراند غلط. المهم هتبعت للكلاينت الفويس اوفر اول ما يخلص برده عشان ما ترجعش تعيد كل ده تاني. وافق على الفويس اوفر، بتبدا تكتب المشاهد بتاعتك، بتبدا تصور. واوعى بعد ما تخلص تصوير ومونتاج انت تبعت الفيديو للعميل كده، لازم نحط اللوجو بتاعنا في النص عشان احنا ما نضمنش حد. بعت الفيديو للعميل باللوجو بتاعك في النص، يكون طبعا الشفافيه بتاعته خفيفه شويه عشان يقدر يشوف اللي وراها. عجبه على كده تمام، بعت لك فلوسك انستا باي فودافون كاش، ايا كان انت هتستلم فلوسك ازاي. انا بستلم فلوسي بالطريقتين دول، انستا باي وفودافون كاش. بعت لك الفلوس، هترفع له الفيديو على جوجل درايف بكواليتي عاليه وتقول له اتفضل يا باشا. وكده يبقى انت عملت الفيديو اليو جي سي بتاعك والحمد لله خدت فلوس. هتروح رافع الفيديو ده على البورتفوليو بتاعك وهكذا اللعبه. ببساطه ده كان اختصار لمجال اليو جي سي وازاي تعمل منه فلوس. وباذن الله لو مشيت على الطريقه اللي انا بقول لك عليها هتعمل فلوس محترمه جدا. طبعا هو ما يعتبرش شغل اساسي، يعتبر شغل جانبي، بس ممكن يطلع لك وباذن الله يطلع لك فلوس اكتر من شغلك الاساسي. لكن ده مش معناه ان انت تسيب شغلك الاساسي وتتجه لليو جي سي، لانه زيه زي اي مهاره، يوم فيه شغل يومين ما فيش، 3 ايام فيه شغل يوم ما فيش وهكذا. طبعا ما تقدرش تعتمد عليه ولا تقدرش تفتح بيه بيت، بس هو ممكن يجيب لك
فلوس كويسه باذن الله ممكن يدخلك اكتر من 10000 جنيه في الشهر واكتر من 15000 جنيه في الشهر كمان، وده عن تجربه شخصيه. فانا شايف ان ده مبلغ كويس جدا جنب شغلك. كده احنا خلصنا، وباذن الله تكون استفدت من الكورس المبسط ده، وباذن الله تعرف تخش المجال وتعمل منه ارقام كويسه جدا. ولو انت فعلا واخد الحوار بجد وعايز فعلا تعمل منه فلوس بطريقه عمليه، انا عامل كورس يو جي سي في يو جي سي رود، بشرح فيه اليو جي سي من الصفر بطريقه عمليه 100%، وبعمل فيه تطبيقات عمليه قدام عينك عشان تعرف تشوف وتتعلم على طول. كورس حرفيا متعوب عليه جدا جدا جدا، وقيمته اعلى بكتير من السعر بتاعه. لا وكمان دلوقتي عليه خصم 75%. فلو انت فعلا واخد الحوار بجديه وعايز تعمل اكتر من 10000 جنيه في الشهر باذن الله من مجال اليو جي سي، فلازم تشترك في يو جي سي رود. بصراحه ما اظنش ان الخصم مطول، فلو حابب تلحقه دلوقتي حرفيا اقل من سعره بمبلغ خيالي. بالنسبه للمحتوى اللي فيه هو يعتبر ببلاش. هسيب لك اللينك تحت الفيديو واستناك هناك.